السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ومصر بخير، وان شاء الله مصر للامام، وكل يوم عن يوم مصر في تقدم، وان شاء الله عمرنا ما هنرجع لورا ابدا. حتى لو الدنيا كلها اتأمرت علينا، ومش بالكلام، والله ما بالكلام، ده ببركة ربنا وبالشغل وبالعمل، وكل واحد عارف اللي عليه وبيأديه كما يجب ويتقي ربنا فيه. ان شاء الله عمر ربنا ما هيخذلنا ابدا. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح، ان مهما عملوا في الدول المحيطة لمصر، فعمرهم ما هيقدروا يسيطروا على العالم كله الا بالسيطرة على مصر الاول. والسيطرة على مصر عمرها ما هتتم الا اذا كان في نزاع وفرقة داخل الشعب المصري، وداخل الشعب المصري في اتحاد، وفي الاتحاد قوة بامر الله تعالى. دليل ذلك احنا لو دخلنا على التعليقات وبصينا، ولو لقينا واحد بس بيشتم هنلاقي فيه 10 بيقولوا شكرا. معنى ذلك ان في اقلية. طب وهو الشتيمة برضو من شيم الناس المحترمة، ومن شيم الكرام، ومن شيم الناس اللي بتقول قال الله وقال الرسول. هو في راجل بيعرف يشتم؟ هو بس سؤال، هو في راجل بيعرف يشتم؟ يعني الشتيمة احنا كنا عارفين ان بنسيبها للعيال الصغيرة، سايبينها لبعض الحريم في الشوارع، في المناطق بتاعتنا، الاحياء الشعبيه الجميله بتاعتنا، بيدافعوا عن نفسهم في مشكله، في خناقه، يصوتوا يهللوا يشتموا. هو في راجل المفروض انه بيعرف يشتم، ويشتم بالاب وبالام وباماكن حساسه في جسم الست؟ في راجل بيعرف يعمل كده؟ ده سؤال. السؤال الثاني، يمكن انا ما اعرفش، والله العظيم انا ما استقليت ابدا باي رئيس جمهوريه تولى الحكم في بلدي. ايام جمال عبد الناصر احنا كلنا كنا صغيرين، الله يرحمه ويجعل الفردوس الاعلى مسكن ليه. ايام السادات نفس الوضع، الله يرحمه ويجعل الفردوس الاعلى من الجنه مسكن ليه. مع مبارك، لان مبارك العمليه طولت قوي، ولكن كانت اهتماماته بالقاهره الكبرى والله اعلم. لان انا في يوم من الايام رحنا رحله للفيوم، كنا تبع جمعيه خيريه، والشركه اللي انا كنت معاهم وبالاتحاد مع الجمعيه الخيريه دي بيطلعوا يعملوا الاسقف، البقره بيدوها للارمله المعيله ليدخلوا ميه، الكلام ده كله. الفيوم، رحنا الفيوم اللي هي اول محافظه بعد الجيزه، فانا شفت حاجات هناك ما يعلم بيها الا ربنا. معنى ذلك، وكان في نهايه عهد مبارك، الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل الفردوس الاعلى من الجنه مسكن ليه. انا واحد من الناس عمري ما غلطت في قياداتي، وعمر ما اعترضت عليهم. الرئيس اللي موجود ندعمه بقدر الامكان الى ان يثبت فشله او نجاحه، كفاحه في البلد، ان هو عاوز ينهض بالبلد او تقاعسه. انا بس هنا السؤال، الرئيس مرسي، محمد مرسي، الدكتور محمد مرسي، الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل الفردوس الاعلى من الجنه مسكن ليه، ايه انجازاته؟ في اللي ممكن يرد يقول لك هو لحق يقعد عشان يعمل انجازات؟ انا ممكن ارد برضه واقول الله، هو اللي عاوز يعمل انجازات من اول يوم بيبدا شغل، ومالوش دعوه بالشتيمه، ومالوش دعوه بفلان بيقول او بفلان بيعيد او ايه هي الانجازات؟ الانجازات ان تم بدايه الانشاء السد الاثيوبي في عهده، بداوا ينشئوه بعد زيارته ما راح، وهو راجع في الطياره اعلنوا عن بدايه انشاء السد، وكانت البلد في حاله غليان، وهنا كانت بدايه النصيبه. طيب، فوق قدراته، الله يرحمه ويحسن اليه، ايه انجازاته؟ شوف، اصل محدش يقول لي ما لحقش يقعد. هو كان اول انجازاته ان خرج جميع المساجين من السجن اللي مسجونين تحت ما يسمى، واللي هم قالوه مسجون سياسي، مسجون اضطهاد اسلامي، اضطهاد ديني، الكلام ده كله. هو مش خرج الناس من السجن، يعني كان عنده وقت يقعد ويدرس الملفات ويشوف دول مسجونين ليه والكلام ده كله. يعني فين انجازاتنا احنا هنا اللي نقدر نعتمد عليها ونقول الراجل ده عمل 1 2 3؟ وانا قسما بالله انا عمري ما طلعت ولا تهجمت عليه ولا شتمته. طيب، الماكينات بتاعه الرقم القومي اللي اختفت من مصر، وبدأت بعد كده تطلع بطايق لاحبابنا في سينا، سواء بقى فلسطينيين او غيره، بحيث ان والله اعلم، بحيث ان البطايق تثبت ان هم مصريين، وبدانا نبيع الاراضي بتاعه سينا. هو مين ادى الحق لمين ان احنا نبيع ارض
المفروض ان هي منزوعة السلاح وليها اهلها اللي عايشين فيها، وليها اهلها اللي حرروها، وليها اهلها اللي عايشين في المحيط بتاعها. مين وافق؟ هل هو عمل استفتاء في مجلس الشعب لبيع الاراضي دي؟ علشان النهارده بنقول الرئيس السيسي فرط في كذا او فرط في كذا. مين قال انه فرط في كذا او فرط في كذا؟ لكل سؤال اجابة. ولسه احنا الشهر اللي فات بنقول ان الرئيس السيسي ما تمش عملية الجزر الثلاثة، ما تمش تسليمها، ويمكن ده مشكلة من المشاكل اللي بين مصر وبين السعودية، والله اعلم. يبقى احنا هنا بنقول فين انجازات الرئيس مرسي؟ الله يرحمه. بنقول احنا هنا ان الرجالة بيعرفوا يشتموا، الرجل افعال. الرجل افعال، يعني فعلك شغلك، تطلع تنتج بدل ما تبقى مستهلك، لا انتج وحاول تساعد في النهوض بالبلد، واوعى تستقل الواجب الوطني اللي انت هتعمله، اللي هو الشغل اللي هيأكلك ويأكل اهل بيتك. لكن انت راجل عندك وقت تطلع تشتم، عامل اشتراك في النت علشان تطلع تشتم الناس. ده السؤال الثاني. الحاجة اللي انا بلفت نظركم ليها ان احنا يمكن نكون البلد الوحيدة اللي بنهين رموزنا، اللي بنشتم رؤسائنا، اللي بنشتم حكوماتنا. احنا البلد الوحيدة. هاتولي اي بلد عربي يجرؤ مواطن يتعدى باللفظ على امير او سمو الامير او ولي عهد، مش هنجيب سيرة الملك حفظه الله او امير من الدرجة الاولى حفظه الله، لا، حد من الاسرة الحاكمة. هاتولي حد بيشتم حد، هاتولي حد بيشتم اي حد في سوريا، في لبنان، في العراق، في تونس، في الجزائر. هاتولي حد بيشتم رئيس في الدول الافريقية. مصر الوحيدة اللي بتهين رموزها. ليه؟ ولو استرجعنا بتاريخنا لورا هنلاقي ان مفيش رئيس تولى حكم البلاد مالوش انجازات، ومن اول يوم، ومن اول يوم. فهنا الاستفسار، الرئيس مرسي رحمه الله وجعل الفردوس الاعلى من الجنه مسكن ليه، ايه انجازاته؟ هو ما حدش يقول لي ما كان فيه القوى المعارضه اللي بتهدم اللي هو عاوز يعمله. لا، ده احنا ما شفناش قوى معارضه عاوزه تهدم اللي هو بيعمله الا في عهد الرئيس السيسي. مش جوه ده، الدول اللي حواليه كمان بلاد كتيره عايزه توقع مصر، وعايزه توقع الرئيس، وعايزه توقع الجيش، وعاوزه تدخلنا في مصايب، وعاوزين بصوا، عايزين يعملوا فتنه، وعايزين يعملوا بلاوي، وليهم مصالح جوه البلد، ومصالحهم مش هتتم الا اذا الرئيس السيسي بعد عن السلطه، ويجي لهم رئيس تفصيل، كل واحد حسب هواه. انت عاوز ايه بقى في الرئيس اللي جاي؟ عاوزه ينفذ لك ايه ويطوعك في ايه؟ ها؟ هو لما كنا بنبيع اراضي سينا بالبطايق الرقم القومي والمكن اللي اتسرق، هو ده ما كانش بيع لاراضي مصر؟ يا مصريين، يا شرفاء، يا محترمين، طب ما حد يجاوبنا على السؤال. ده استفسار. بقول ايه الانجازات؟ يعني احتمال اكون انا واحد من الناس والله ما اعرف ليه انجازات ايه. انا بدون انجازات انا بقول الله يرحمه. اما هو مسجون ليه او غيره مسجون ليه او اللي قبله مسجون ليه، احنا سنين السنين بنطلع ونشوف الناس دي مسجونة من ايام السادات، من ايام جمال عبد الناصر، من ايام الملك فاروق. يعني مش السيسي هو اللي ساجن الناس دي. يبقى اكيد في حاجة غلط، في اعتداءات، في هجوم مسلح، في جناح مسلح، في شتيمة، في قلة أدب، في سفلات بتحصل اللي بيها ان طبعا القيادات ما بتتحملش، وبتكون النتيجة اعتقال او سجن او محاكمة او ايا كان، او اتهام بجريمة قتل او اشتركوا في جريمة قتل، حاجات كتير قوي. لكن هنقول الملك فاروق، وهنقول بعديه جمال عبد الناصر، هنقول بعديهم السادات وما بينهم، هنقول بعديهم مبارك وما بينهم، هنقول بعديهم مرسي وما بينهم، هنقول بعديهم السيسي وما بينهم. كل دول نسينا ومش فاكرين غير الرئيس السيسي هو اللي بيعمل وبيسوي. احنا لو اتحدنا وفي الاتحاد قوة، احنا اللي هننهض ببلدنا، مش هنستنى اي معونة خارجية. وبمناسبة المعونة، مصر عمرها ما كانت شحاتة، والله العظيم مصر خيرها على الجميع. مصر بتشتري الفلوس، انا بسميها كده. انا خدت قرض من دولة معينة، بسد القرض بالارباح وبشهادة الصندوق الدولي بتاعهم او البنك المركزي بتاعهم او المالية بتاعتهم. طلعوا
واتكلموا بما فيهم الكويت، قالت مصر عمرها ما اخرت قسط، مصر عمرها ما اخرت قرض واخداه. في ميعاد للسداد، فيه بيسددوا في الميعاد وقبله، ومصر الدوله الوحيده اللي كانت بتسدد قبل الميعاد. ولما قالوا انتوا عافيتوهم ما اعرفش من قروض، رد المسؤول عندهم هناك وقال احنا ما عافيناهمش من القروض، هي مره اعفيناهم من ربح القرض، لان مصر كانت عملت وعملت 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 معانا ومش عارفين نكافئها بايه، اعفيناهم من ربح قرض، لكن القرض اتسدد في ميعاده. احنا على قد الازمه اللي احنا بنمر بيها. سال وزير الماليه الاسبوع اللي فات عن قروض مصر، مصر هتسدد ولا هتعلن افلاسها ولا ايه الدنيا؟ قال كل قرض هيتسدد وفي ميعاده، وفي ميعاده. عمر مصر ما كانت قرض على اي دوله، بالعكس كانت بتسدد بالارباح. فعشان كده انا بقول مصر كانت بتشتري الفلوس، ما كانتش بتاخد مليون وبترجعه مليون، كانت بتاخد المليون وبترجعه اكتر بالربح بتاعه. مصر عمر ما حد له عندها قرش، بالعكس سكوت مصر معناه سكوت لدول الخليج كلها. اوعوا تفتكروا ان انتوا في مأمن. تقوية مصر ومصر انها تكون قوية هي تقوية ليكم جميعا، وانتوا كلكم عارفين كده، ولا حد يأمن اي حاجة. كل اللي بيحصل حوالينا لو انتوا ما خدتوش منه دروس وتتعظوا، يبقى بكره وبعده تستاهلوا اي حاجة تحصل، واحنا بأمر الله مش هنسيب بلدنا تقع. شعب مصر قبل جيش مصر. اما اللي بيشتموا فان طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. ده ردي على الناس اللي بتدخل وبتشتم. انا ما اعرفش ارد عليكم، لان انا كلامي منمق وانا عارف انا بقول ايه. ولما بقول حسبي الله ونعم الوكيل او فوضنا الامر لله، فاحنا فوضناه لربنا، هو يجازينا بقى. انا صح يجازيني، انا غلط يجازيني، لكن ادخل اشتمك بابوك او بامك فانا برد عليكم. اللي بيشتمونا او بيشتموا الرئيس او بيشتموا الحكومه او بيشتموا الجيش، ان طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب، لان انتوا اساسا اهل عيب. واهل عيب ما انت لوحدك، ما انت دليل على اهلك، على ابوك وعلى امك وعلى اسرتك، انت نسخه منهم. انت طالع بتوري تربيه ابوك وامك ليك، فانت طالع بتشتم وبتغلط وبتقل ادبك في الناس. وهي الرجاله بتشتم؟ لا طبعا، النسوان ممكن تشتم، فاللي عاوز يشتم يشتم، انا ما بحذفش اي تعليق. فاحنا كده اتكلمنا، قلنا الدوله الوحيده اللي رموزها بتتشتم. وانا سالت سؤال قلت هو عهد مرسي ايه الانجازات اللي تمت فيه؟ وماكينات الرقم القومي اللي اتسرقت كانت مسروقه ليه؟ اتسرقت ليه وضاعت ليه واختفت ليه؟ ومش عايز اكتر عليكم اكتر من كده النهارده، ولكن قبل ما انهي كلامي معاكم هي كلمه برضو وبقولها لابنائي واخواتي من الجنسين، رجاله وستات، شباب وبنات. اوعوا تدوا ودانكم لاي حد وتصدقوا ان رموزكم خونه. احنا عمرنا ما صدقنا ان جمال عبد الناصر خاين، ولا السادات خاين، ولا مبارك خاين، ولا مرسي خاين، ولا الدكتور عدلي منصور خاين رئيس المحكمه الدستوريه، ولا محمد نجيب الله يرحمه او الرئيس للجمهوريه خاين. مع عمرنا صفي ابو طالب في فتره من الفترات الانتقاليه كان رئيس مجلس الشعب، عمرنا ما صدقنا انه خاين. الرئيس مرسي عمرنا ما صدقنا انه خاين. الناس اللي خارجه من مؤسسه القوات المسلحه، القوات المسلحه نفسها ما كانتش هتسكت على واحد يكون خاين موجود في وسطها قبل ما يوصل كمان لكرسي الحكم. فشدوا حيلكم يا ناس واجتهدوا زي ما انتم بتشدوا حيلكم وبتجتهدوا وبتحاولوا تسقطوا بلدكم. شدوا حيلكم واجتهدوا وحاولوا تنهضوا ببلدكم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. سلام عليكم.